صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن حلو قوي بالفراخ، بالاجنحه بتاعه الفراخ. طاجن كده، بصوا يعني بجد من احلى الطواجن بتاعه الفراخ اللي ممكن تعمليها. وعايزه اقول لك كمان اقتصادي خالص. هنأكل البيت كله كده بالفراخ بس ب50 جنيه، يعني حاجه بسيطه خالص. بس ان شاء الله يعني هيعجبكم قوي. عايزه اقول لكم بقى احنا عاملينه هنا بتتبيله حلوه قوي، تقدري تعمليها للفراخ فرخه كامله لو حابه. تقدري بقى تعمليها زي ما احنا عاملينها كده للاجنحه وتشويها لو مش حابه ان انت تعملي طاجن بطاطس او حاجه. بس بجد لازم تجربوه. هو طعمه حلو قوي ان كان البطاطس او الاجنحه بتاعتنا زي ما انتم شايفين دايبه بقى وطعمها حلو قوي وشاربه كده من التتبيله. تستحق يعني ان انتوا تجربوها. اكله كده على قد الايد زي ما قلت لكم، بسيطه ومش هتاخد معاكم اي وقت. والبطاطس بقى اصلا طعمها حكايه. البطاطس بجد تحفة، لازم تجربوها وتجربوا الوصفة بتاعتنا النهاردة. بس يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي وتفعلي الجرس على الكل. ولو عجبك الفيديو وإن شاء الله هيعجبك يا ريت تدعميني باللايك. بصوا الجمال بقى، أكلة زي ما قلت لكم كده على قد الإيد وحلوة وفي نفس الوقت مغذية وهتعجب كل اللي هياكلها. قدميها بقى مع رز بشعرية كده حلو قوي. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة ازاي. عندي بصلة صغيرة كده مبشورة، حطيت عليها معلقة بصل، معلقة صلصة، ومعلقه بهار فراخ، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه ملح، ومعلقه توم بودره وبصل بودره، ودي معلقه خل، ومعلقه زيت. لو هتشويها بقى، لو حابه ان انت تشويها هقولك على طريقه حلوه قوي للشوي. ممكن تحطي معاها بقى كمان علبه زبادي ولا حاجه. هنا كده ممكن في الخلاط او بالهاند بلندر، او ممكن ما تعمليش الخطوه دي خالص. حبيت ان انا اعمل بصله شويه. وهننزل بقى بالاجنحه. انا عامله فيها فتحات كده زي ما انتم شايفين بالسكينه. عملت فيها كده فتحات عشان تشرب التتبيله اسرع. وزي ما قلت لك لو حابه تشويها حطي بقى عليها زبادي وسيبيها في التتبيله كده ليله كامله ولا حاجه. وشويها على الشبكه عادي خالص بتاعه الفرن. وحطي كده تحتيها شويه ميه ولا حاجه، صينيه ميه. ولما تتشوى ممكن تولعي فحمايه ولا حاجه تحتيها، هتبقى تحفه يعني. انا عاملاها فيديو قبل كده قديم قوي على القناه، ان شاء الله يا برضو لو حابين تشوفوه ابقوا شوفوه هيعجبكم ان شاء الله. المهم عشان ما نخرجش بعيد عن الطاجن بتاعنا، احنا هنا بنقلبها كده في الخلطه اللي احنا عاملينها، اللي هي كانت عباره عن بصله وفلفل اسود وملح وبهار فراخ وتوم بودره وبصل بودره وصلصه وخل وطبعا زيت. جبنا بقى البطاطس مقطعينها شرايح متوسطه شويه كده. تمام. حطي بقى الكميه اللي تعجبك. وبعدين معايا بقى هنا بصل، يعني بصلايه كده متوسطه ولا حاجه، وعليها كده كام فص من الثوم برضو مفرومين. هحط ايه بقى، نتبل البصله بملح وفلفل اسود وبهار فراخ، البهارات اللي احنا حطيناها على الخلطه بتاعه الاجنحه. هي نفس البهارات، يعني توم بودره وبصل بودره وبهار فراخ وفلفل اسود وملح. طبعا مش هنحط خل بقى خلاص. هنقلب بقى كده المكونات مع بعض، البصل مع الثوم مع البهارات. تمام. وبعدين نزلت عليهم بمعلقه واحده بس كده من الصلصه. التتبيله دي بتدي طعم حلو قوي للبطاطس بتاعتنا. يعني حتى لو بتعملي بطاطس من غير الفراخ ولا حاجه، اعملي التتبيله دي اصلا لطاجن البطاطس. لو مش عايزه تحطي عليه اي حاجه خالص هيبقى طعمه حلو قوي. بس بقى لو حابه تاكلي الولاد كده فراخ ولا حاجه، انتوا عارفين الفراخ بقت غاليه قوي اصلا. فجربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. جبت بقى هنا شرايح من الطماطم، ولو عايزه تحطي كمان شرايح بصل ممكن تحطي. ممكن تحطي فلفل الوان كمان مفروم او حلقات زي ما تحبي خالص. وبعدين بقى هنجيب الاجنحه بتاعتنا. يفضل بقى ان انت تسيبيها حتى ساعه ولا حاجه على الاقل في التتبيله دي، عشان تبقى شاربه من التتبيله وطعمها حلو قوي. تمام. حطينا بقى كل الاجنحه بتاعتنا كده على الوش. كان المفروض برضو هقول لك على حاجه، عشان انا هنا غلطت غلطه صغيره. قبل ما تحطي بقى الاجنحه كده حطي عصير الطماطم. انا بعد ما رصيتهم هرجع اشيل منهم شويه كمان عشان احط عصير الطماطم بتاعتنا. لان انت لما بتحطي الطماطم، لان انا جربت قبل كده حطيتها على الوش بصراحه بتتحرق كده وبيبقى شكلها مش حلو خالص. فسيبيها كده، حطيها الاول على البطاطس وعلى الطماطم وبعدين حطي بقى عليها الاجنحه بتاعتك. هنحط هنا بقى سمنه او زيت او زبده اللي موجود عندك على الوش كده. ممكن رشه فلفل اسود خفيفه خالص عشان برضو ما تتحرقش يبقى شكلها مش حلو. ودخليه بقى الفرن على اول درجه من تحت خالص. وسيبيه ياخد وقته كده على حسب بقى، يعني الفرن عندك هياخد من ساعه الا ربع ساعه
على حسب برضو الفرن زي ما قلت لك، وهيبقى حلو قوي كده. والله العظيم بجد الوصفه دي اللي مش بيحب الاجنحه بتاعه الفراخ لازم يجربها، هتعجبكم قوي. التتبيله اصلا بتاعتها كانت حلوه. لو مش عايزه تعملي الطاجن كده زي ما قلت لك ممكن تعمليه مشوي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، هيعجبك قوي برضو. بصوا بقى دايبه ازاي، بصوا دايبه ازاي، وطعمها حلو بقى، ولا كنتاكي ولا الحاجات دي خالص. اعمليها كده من غير بقى الزيت والحاجات الكتير دي، حاجات مش صحيه خالص. لا اعمليها كده في الفرن، وجبه كده صحيه وكامله زي ما انتم شايفين الفراخ والبطاطس، فالوجبه حلوه قوي. بصوا البطاطس عامله ازاي زي الزبده. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. وبالله عليكم يا ريت ما تنسوش اللايك، لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك. جربوا الطاجن القمر دوت ان شاء الله، متاكده هيعجبكم. وبس كده، شكرا ليكم.